بيجي بلاغ للجهات الأمنية اللي بيقولوا إن سمعوا صوت ضجة شديدة جدا وخناقة كبيرة ما بين زوج وزوجة. العروسة بقالها 8 أيام فقط لا غير، والجهات الأمنية لما تيجي وكمان يكون معاها الإسعاف بتلاقي العروسة في حالة صعبة جدا. أسمى عندها 22 سنة، من أسرة متوسطة، ساكنين في منطقة أسيم الجيزة. خلّصت التعليم لحد مرحلة الدبلوم، وبعد كده قعدت في البيت. أبوها راجل موظف وعلى قد حاله، وعنده بنات تانيين وكمان صبيان. أسمى بنت جميلة جدًا، وبييجي لها عرسان كتير، ولكن العرسان طبعًا بيبقوا طالبين الجهاز زي أي عروسة، وأبوها مش بيقدر على الطلبات اللي هم بيطلبوها، وعلشان كده بينتهي الموضوع إن كل واحد بيروح لحاله وما بتكمّلش حتى قراية فاتحة. وعلشان كده أمها وأبوها قرروا إن هم يجوزوها، بس لما يجي لها حد وما يطلبش الجهاز الغالي جدا ده. وفي يوم من الأيام بيجي وبيطلب إيديها واحد اسمه صدام، ولكن ده بيكون ليه ظروف خاصة، لأن صدام كان متجوز واحدة وحصلت بينه وبينها مشاكل شديدة جدا، وكان عنده طفلين منها. وبعد كده الزوجة الأولانية طلبت الطلاق وما قدرتش إن هي تتحمل إن هي تعيش معاه، وبعد كده قالت له إن هي مش عايزة تاخد معاها الولاد، وسابت له الولاد وقالت له اصرف عليهم، لأن هي عارفة كويس أوي إن هي لو أخدت ولادها إن أبوهم مش هيصرف عليهم. وقالت له إن هي كمان هتتجوز وهتعيش حياتها، وفعلا راحت واتجوزت وعاشت حياتها وسابت ولادها مع أبوهم. فضلوا قاعدين فترة معاه، وطبعًا ما كانش عارف إن هو يراعيهم، وفي نفس الوقت كمان يشتغل. فالناس نصحوه قالوا له: "أنت لازم تتجوز." ولمّا رد عليهم وقال لهم إن مين اللي هتقبل إن هي تتجوزني وأنا معايا عيّلين، ردوا عليه قالوا له: "إن أنت ممكن تشوف واحدة تكون مطلقة أو أرملة ويكون سنها قريب من سنك." خصوصًا كمان إن هو كان قرّب على سن ال40. فهو رد عليهم وقال لهم: "لأ، أنا مش هاقدر إن أنا أتجوّز واحدة ولا أرملة ولا مطلّقة، أنا عايز واحدة تكون بنت بنوت." وابتدوا أهله ومعارفه يدوّروا له على حد، والحد ده يكون هيقبل بالعيّلين دول. ففي واحدة بتقول لهم إن في بنت اسمها أسمى من أسرة متوسطة، الناس غلابة وعلى قد حالهم، وهيقبلوا بالوضع ده. فيبتدوا إن هم يقولوا لصدّام، ويقول لهم إن هو عاوز يروح علشان يشوفها. وفعلًا يروح علشان يشوفها ويلاقيها بنت جميلة جدًا. من كتر ما هو شافها بنت حلوة، قال إن هم أكيد لمّا يعرفوا ظروفه مش هيقبلوا، ويبتدي إن هو يتكلم مع أبوها ويقول له الظروف اللي هو فيها، ويقول له إن هو مراته ما كانتش كويسة، وإن هو ما كانش قابلها، وإنه كان بيفكر يطلّقها من أول يوم، ولكن يشاء القدر إن هم يقعدوا مع بعض فترة، وفي الفترة دي ربنا يرزقهم بولدين. وإن ما قدرش إن هو يكمّل حياته معاها، وعلشان كده قرر إن هو يطلّقها. ولمّا طلّقها طبعًا ما قالش إن هي اللي سابت له الولاد، قال إن ولاده ما يتربّوش بعيد عنّه، وإنه لازم يتربّوا في عِز أبوهم، وإن مراته لمّا تيجي يعني هتبقى زي أمهم بالضبط، وإن هم يعني زي الحَمَل الوديع. وقعد يعني يتكلّم كلام كويس جدًا على ولاده وعلى نَفْسه. وطبعًا هو كان عارف إن العيلة دي بتعاني من ظروف مادية، وإن هم مش هيقدروا إن هم يجهّزوا. فرَد عليهم وقال لهم إن الشقة جاهزة وفيها كل حاجة، وإنه مش عايزها غير بشنطة هدومها. طبعًا الموضوع ده كان بالنسبة لهم كان إغراء شديد جدًا، خصوصًا إن هو كمان قال لهم إنه هيجيب شبكة كبيرة وهيدفع مؤخّر كتير، وكمان هيدفع مهر، ومش طالب منهم في المهر ده إن هم يجهّزوها أكتر من إن هم يجيبوا هدومها فقط لا غير. فطبعًا الموضوع كان بالنسبة للعيلة دي حاجة شديدة جدًا، وإن هم كانوا موافقين من أول لحظة. والبنت لمّا حبّت إن هي تعترض، أهلها قالوا لها إن هم معاهمش فلوس إنه يجهّزوها ويجوّزوها أي واحد تاني، وإنها لازم تقبل بالموضوع، وعادي يعني دول أولاده لسه صغيّرين، وهتعرف تتعامل معاهم. وهتعيش في عِز معاه، والشقة كلّها جاهزة من مجاميعه. وقعدوا يقنعوا بنتهم إن هي توافق، وما فكّروش حتى إن هم يعرفوا إيه اللي بوّظ الجوازة الأولانية، وإن الست دي ليه طلبت الطلاق. من غير أي حاجة راحوا موافقين على الجوازة، وقالوا تمام.
وعلى طول راحوا متممين الجوازة وعملوا الفرح على طول، وهو اللي كان متكفّل كل حاجة. ومن تاني يوم ابتدى إن هو يقول لمراته: "فين الأولاد؟" قالت له: "إن هُم قاعدين في الأوضة." قال لها: "وسايباهم قاعدين في الأوضة لوحدهم ليه؟ ليه ما قعدتيش معاهم؟" قالت له: "أنا عروسة وكنت باخد shower وداخلة علشان ألبس قميص نوم." قال لها: "وأنتِ ما فيش في دماغِك غير الحاجات دي؟ اعملي حسابِك إن أنا جايبِك هنا علشان عيالي." وبدأ إنه يضرب فيها. فطبعًا العروسة كانت متضايقة جدًا، وابتدت إنها تتصل بأهلها وتقول لهم إن هو عمل كده معاها، ويردوا عليها ويقولوا لها: "اصبري، كل الرجالة لمّا بتتنرفز بتعمل كده." وإنِّك لازم إن أنتِ تراعي أولاده علشان تاكلي مُخّه، وراعي الأولاد كويس على قد ما تقدري، ده حتى هتاخدي ثواب عند ربنا، لإن أمهم رامياهم. وده كان رَد أهلها، وعرفت إن أهلها مش هيجيبوا لها ولا حق ولا باطل. ويا دوبك كان اليوم التامن في الجوازة، وبيخش من الباب، وأول ما بيخش من الباب راح الولاد قالوا له: "إحنا جعانين وعايزين ناكل." يقول لها: "إن أنتِ ما أكّلتيهمش ليه؟" تقول له إن هي ما أكّلتهمش علشان هي عارفة إن هو راجع من الشغل، وقالت إنها تحط الأكل مرّة واحدة وكُلّه ياكل مع بعض. طبعًا يفضل يضرب فيها، واللي أكتر من كده إن الضرب ما كانش عادي، كانت بتستغيث، ولكن هو الناس لمّا كانت بتخبّط عليه كان بيشخط فيهم علشان يمشوا بعيد. الضرب اللي هو ضربه لها كان ضرب مُبرح جدًا، لدرجة إن كان في عصاية خشب ضربها فيها كسر لها الجمجمة. والناس لمّا كانوا سامعين كل الكلام ده ما يعرفوش حاجة عن أهلها ولا يعرفوا رقم تليفونهم عشان يتصلوا يخلّوهم ييجوا يشوفوا بنتهم، فابتدوا إن هم يتصلوا بالشرطة. الشرطة أول ما جات لقيته إن هو مش موجود في البيت، لإنه نَط من الشباك أول ما لقاها مرمية في الأرض وسايحة بدمها. والشرطة على طول بتطلب الإسعاف، ولكن عقبال ما الإسعاف تيجي وعقبال ما كمان أهلها يبتدوا إن هم ييجوا تكون فرقة الحياة. فطبعًا يبتدوا الشرطة ياخدوها على الطِب الشرعي، اللي أثبت إن الضرب كان ضرب مُبرح جدًا، لدرجة إن هي حصل لها كسر في الجمجمة، والكسر في الجمجمة ده هو اللي أدّى للوفاة. وفي الوقت ده هو كان هربان، بس في خلال 48 ساعة الشرطة قدرت إن هي تمسكه. وأول ما مسكته راح قال لها كلام غريب أوي، قال لها إن هو كان بيأدّبها، وإنه كان بيضربها يعني عادي، مش كان مثلًا إن هو ناوي إن يعمل فيها كده، بس هو الضرب بقى أخد مفعوله معاه، وإنه ما كانش قصده إن هو يموّتها. وبعد كده النيابة بتوجه له اتهام القتل مع سبق الإصرار والترصد. وفي الحالة دي القاضي بيحكم عليه، ولكن هو ما استسلمش، وجاب محامين كبار جدًا، المحامين اللي قدروا إن هم يثبتوا للمحكمة إن الموضوع كان مشاجرة، وإن هي كانت بتمد إيديها عليه وهو بيمد إيديه عليها، الاتنين بيمدوا إيديهم على بعض، مع إن البنت غلبانة جدًا وعمرها ما تعرف تعمل الكلام ده. واللي خلّوا إن حكم المحكمة يتغيّر من قتل مع سبق الإصرار والترصد لمشاجرة ما بين زوجين أدت للوفاة. وطبعًا بما إن الموضوع اتغيّر فالحكم اتغيّر، فصدّام اتحكم عليه ب5 سنين سجن. طبعًا لا تعقيب على حكم القضاء، ولكن اللي استغربوا منه أهلها وهو واقف وبيرقص جوّه الزنزانة وبيسلّم على أصحابه اللي هو ما يعرفهمش وبيبوسهم وفرحان أوي بالحكم ده. عزائنا الشديد لأهلها، مع إن يعني من رأيي الشخصي إن أهلها هم اللي عملوا فيها كده. وبرضه عايزة أسمع آرائكم في التعليقات، إن كلامي صح والّا غلط؟ وبنختم كلامنا بدعائنا: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض علينا. تخيل فجأة إنك تبقى قدام جريمة قتل وكله حرفيا مشتبه فيه، وكل أصابع الاتهام هتلاقيهم في أدق الناس اللي حواليك، ولكن هيفضل السؤال اللي المفروض تجاوبوا عليه: مين اللي عمل كده وليه؟ بتبدأ قصتنا لما محمد بيبدأ إن هو يبعت إنه يتواصل مع أهله، وبالتحديد مامته وأخته الصغيرة اللي اسمها قمر واللي كان عمرها 18 سنة، ولكن ما بيردوش عليه. وده طبعا اللي كان بيواجه حيرة شديدة. هو في بلد تانية ومامته وأخته في بلد تانية، ولكن هو دايما كان متوقع من أمه إن هي بتتصل كل يوم الصبح وبتقعد تكلمه مكالمة فيديو كول وهي لسه بتفطر. بقالها يومين ما بيتكلموش، دي حاجة كانت غريبة عليه. وبدأ إن هو يحكي لمراته إن أمه دي لو بس صلة الرحم مش موجودة كان زمانه إن هو ما اتعاملش معاه. ومراته تقول له: حرام عليك، ده أنت عندك بنات.
تعمل كده ليه بس؟ يبدأ يشرح لها إن أمه دي كانت ست فائقة الجمال ولحد دلوقتي، ولكن زمان بقى كانت حاجة جامدة جدًا، وكانت كل رجالة المنطقة عندهم بيحبوها، ولكن هنا كانت عايزة تتجوز واحدة معين جدًا، واحد كده فيه مواصفات الأحلام، زي معاه فلوس وصحة ويقدر يسفرها في حتت كتير جدًا، وده طبعًا اللي ما كانش موجود في أهالي الحتة عندنا، فعشان كده فضلت ما تتجوزش لحد عمر ال20 سنة، وزمان إن البنت توصل ل20 سنة ولسه ما اتجوزتش ده كده عنست، لحد ما جه لواحدة قريبتنا ابنها اللي جاية من الخليج، وبعد كده شافته إن هو كان رقيق وهو أعجب بيها من النظرة الأولى. وأول ما شافها بدأ يُعجب بيها على طول، وهي كمان حبِّته جدًا، فعشان كده بدأت إن هُم الاتنين يبدأوا يبقوا في علاقة، وفعلًا اتجوّزوا، ولكن هي بالنسبة لها كانت مش عايزة ولا فرح ولا زيطة ولا أي حاجة، يتقال بس عليها إن هي اتجوّزت في المنطقة، وسافرت معاه الخليج، وهناك ولدتني أنا الأول، وبعد كده كُنّا عايشين في أسرة سعيدة جميلة جدًا، ولكن كان دايمًا أبويا بيسافر بسبب شغله في الشركات. وعشان كان عنده شركات في العالم كله تقريبًا، فعشان كده كان دايمًا بيسافر لها، والأم ما كانتش بترضى إن هي تسافر معاه، ودي كانت حاجة بتنرفز الأم جدًا، لإنها كانت بتبقى بعيدة عن جوزها في أوقات كتير، وكانت دايمًا بتحاول تعوّض كل ده بالفلوس أو المشتريات، لحد ما جينا في وقت من الأوقات وخلّفت قمر أختي، وقمر اللي كانت طالعة نسخة من أمي بل كمان على أجمل. ومن وهي صغيرة أخدت الدلال وكمان الجمال وكل حاجة حرفيا كانت تحت رجليها، ولكن جايتها كانت تقريبا نظير شؤم عندنا، بالذات إن بابا ما كانش حابب إن يبقى فيه كمان بنت إن هي يربيها، وكمان قرر إن هو ينفصله عشان هو عايز يروح يتجوز واحدة تانية، وكمان والدتي أيدته في التفكير، ولكن قالت له إن هي تاخد كل حقها كامل مكمل. وقتها أنا ما كنتش فاهم أي حاجة، ولكنهم انفصلوا وأبويا أخدني وكمان أمي أخدت قمر، وبدأوا هي وأختي يبدأوا يسافروا بلد تانية، وأنا كذلك مع أبويا لحد ما كبرنا. وبعد كده عرفت من أبويا إن هو انفصل من على أمي مش بس عشان موضوع إن هي خلفت بنت، لأ، ده كمان عشان كان شايف إن في سلوكيات مش مظبوطة على أمي وبس. ومن ساعتها أنا ما قطعتش صلة الرحم وبدأت إن أنا أتواصل مع أختي ومع أمي كل فترة، بالعكس كنت باتواصل مع أمي كل يوم، مع إني ما كنتش حابب تصرفاتها، لإنها بعد الطلاق على طول اتجوزت بواحد تاني كان تاجر أعمال كبير جدًا في الهند، وبعد ما اتجوزته برضه ما عداش على جوازهم يمكن سنتين واتطلقوا تاني، وبعد كده بقيت عايشة عزباء ولأختي بس. تصرفات أختي كمان المتصابية والبنوتة واللي بتلبس حاجات ضيقة جدًا، وحاولت أتكلم معاها أكتر من مرة ولكنها ما بتوافقش. راحت بعد كده مراته ردت عليه: "يا ستي سيبي كل واحد دماغه مريحاه." وتلاقيهم مش سامعين التليفون أو حتى بيصيفوا في حتة، وبعد كده هيتكلموا معاك. أمك برضه بتبقى عايزة تتواصل معاك دايمًا، وفعلًا قفل الحوار عليهم هما الاتنين في كده. لحد ما بيعدّي اليوم التالت والرابع، بعد كده يلاقي محمد إن هو فعلًا مش قادر يتواصل مع أمه ولا أخته، فعشان كده بيتواصل مع واحدة جارتهم كان يعرفها، وأمه كلمتها من تليفونه قبل كده، فعشان كده بدأت إن هو يتصل عليها ويسألها، ولكن هي ردت عليه رد غريب جدًا، وقالت له إن هي فعلًا ما شافتهمش بقى لهم ييجي 5 أيام كده، وهنا بدأ إن هو يقلق بجد، وعلى طول قال لها إن هي تروح وتخبط على الباب. ولكن ما فيش حد فتح، فعشان كده يقول لها إن هو هيتصرّف، وقفل معاها وبعد كده قدّم شكوى في رجال الشرطة اللي هناك، وقال إن أخته وأمه متغيبين عنه بقى له كام يوم، فعشان كده يروحوا يقتحموا الشقة بأمر منه عشان يعرفوا هُم كويسين والّا لأ، وهنا رجال الشرطة عشان الموضوع كان دولي، فمشي على طول، بالذات إن هُم مختفيين أكتر من يوم، فعشان كده أول لمّا راحوا الشقة على طول لقوها ما فيهاش حد. مترتبة ومتنضفة عادي جدًا، وبعد كده رجال الشرطة تبدأ تسأل الابن على حبّة حاجات، وتقول له إن أنت لازم تيجي هنا عشان نبدأ إن إحنا نتحرّي عليك، لإن رجال الشرطة كانت شاكة في الابن درجة 1 لإنه مش عايش مع أهله، وكمان لمّا في تحريات عرفوا إن العلاقة متوترة ما بينهم بالذات بعد الطلاق،
وأول ما محمد بدأ ييجي وقعد مع رجال الشرطة وقال لهم إن هو فعلًا ما يعرفش عنهم حاجة، ووراهم سجل المكالمات وكمان سجل الرسايل، فعشان كده بدأت إن رجال الشرطة إن هي تدوّر على حاجتين مهمين جدًا، أول حاجة العربية بتاعة الأم وكمان التليفونات بتاعتهم أو يتحرّوا أي حاجة عنهم، ولكن للأسف ما لقوش إن هم يوصلوا للتليفون ولا حتى عرفوا العربية، ولكن اللي كانوا متأكدين منّه إن ولا البنت ولا أمها كانوا خارجين من البلد، يعني هم مش موجودين في سجلات الناس اللي غادرت البلد في الطيران أو البر، وده يقول إن هم لسه في البلد بتاعتهم، فعشان كده قعدوا يدوّروا عليهم كتير أوي، لحد بعد كده ما ييجي بلاغ قدّام مول كبير جدًا. ويقول إن في عربية بقى لها 6 أيام مركونة، والعربية دي بيخرج منها ريحة وحشة جدًا وكمان نقط دم، فعشان كده رجال الشرطة بتروح على طول عشان تتحرى على البلاغ، وأول لمّا توصل هناك تلاقي فعلًا عربية نفس المواصفات اللي الناس قالوا عليها. طبعًا ناس كتيرة جدًا كانت قاعدة بتصور لإن ده حاجة غريبة، ولكن رجال الشرطة مشيتهم وبدأت تعمل زي كوريدور حوالين العربية، وحاولت إن هي تفتحها ولكن ما فتحتش. عشان كده يفتحوها بالقوة، ولكن في ضابط يلفت نظره إن ده نفس أرقام عربيات البنوتة والأم اللي اختفوا، وأول ما على طول بدأ يوري صورة العربية لمحمد قال إن دي عربية مامته وإن هو شخصيا اللي اختارها لها عشان كان جايب لها هدية في عيد الأم. وهنا رجال الشرطة اتصدمت أول ما جت تفتح العربية واللي لقت فيها بقايا جثمان بشري، مش جثمان واحد لأ ده جثمانين، وكمان كل حاجة بقى زي المتعلقات الشخصية للاتنين دول، زي التليفونات وكمان الرخص والأوراق بتاعة العربية وكل حاجة. وهنا يبدأوا رجال الشرطة إن هي تقعد مع محمد أكتر عشان يعرفوا هل هم دول فعلا ولا لأ بس بعد التحليل، ولكن للأسف لقوا إن هم فعلا الجثمانين بعد ما حللوا مع محمد أمه وأخته اللي عمرها 20 سنة، فبدأ إن هو مش مصدق إيه ده، لإن أمه كل اللي هي بتعرف تعمله في حياتها إن هي تشتغل في تكوين الفساتين وكمان العبايات، ما تعرفش أي حاجة تانية وما يظنش إن هي عندها عداوات مع حد توصّلهم للمرحلة دي. ومن هنا رجال الشرطة بدأت تروح للبيوتي سنتر اللي محمد بدأ إن هو يقول عنه، اللي هو بتاع مامته، وأول لمّا راحوا هناك أول لمّا فتحوا البيوتي سنتر لقوا إن البيوتي سنتر باين إن هو متبهدل جدًا، وأول لمّا بدأوا يدوّروا لقوا إن في صورة إيصال أمانة كانت محطوطة تحت واحدة من المكاتب، وأول لمّا شافوا اسم إيصال الأمانة مكتوب لمين، بدأت الناس إن هي تستغرب جدًا، لإن كان مكتوب بنفس اسم الجارة اللي كانت ساكنة قدامهم على طول، وهنا رجال الشرطة استدعوا على طول الجارة، لإنها ماضية على إيصال أمانة برقم كبير جدًا، وبدأوا يضغطوا عليها ويقولوا لها إن محمد اعترف بكل حاجة، وإن أنتِ الواحدة بس اللي أنتِ هتتلبّسي في الجريمة، ومن هنا بدأت إن هي تقول لهم هاقول لكم كل حاجة والله ده كان غصبٍ عني، وبدأت تقول أخويا هو اللي جرّني للمشكلة دي، طَب إيه دخل أخوكِ وإيه دخل البنتين دول؟ بدأت تحكي إن هي كانت عايزة تشتغل كمستثمرة مع أم قمر، لإنها كانت بتشوفها بتكسب كتير جدًا، وعندها بقى ناس كتير داخلة ناس كتيرة خارجة، فعشان كده تقرر إن هي تقول لها إن هي هتستثمر معاها، وفعلًا ادِّت لها مبلغ كويس، وفعلًا السيدة بدأت تجيب لها ربح كتير، ولكن عشان جوزها بدأ يتلم على أصحاب السوق، وبدأ إن هو ياخد منها الفلوس كلها، وبدأت إن الست أم ملك عايزة منها التحصيل الشهري عشان تعرف تدّي لها أي استثمارات، لإنها قاعدة بتسحب كل الفلوس اللي عند أم قمر، ومن هنا بقت الست مديونة لأم قمر بفلوس كتير أوي، وأم قمر قالت لها إن أنا ما باحبش يبقى جنيه خارج جيبي، بالذات بقى لو كان بتاعي، فعشان كده تمضي لي وصلات أمانة. حاولت إن هي تتهرب من وصلات الأمانة دي أكتر من مرة، ولكن أم قمر كانت ناصحة، قالت لها ما يحصلش، ده أنا تعبانة عشان القرش. وأنتِ تيجي تستلفي منّي كده؟ وفعلًا مضيت أكتر من 5 وصولات أمانة وقتها، وقالت لها إن هي هتجيب كل حاجة آخر الشهر، ولكن جه آخر الشهر وما عرفتش تسِدّ حاجة، وقالت لأخوها ولكن برضه ما عرفش يسِدّ لها أي حاجة، وأم قمر قالت لها: "لو في غضون 5 أيام ما جبتليش فلوسي، أنا هارفع وصولات الأمانة دي واللي يحصل يحصل." ومن هنا جابت أخوها وبدأت إن هي تتكلم معاه وتقول له إن أنا هاتحبس بسبب الست اللي على قلبها قد كده. واخوها راح قال لها طب إيه رأيِك إن أنتِ تقولي لها نتكلم مع بعض، فعلًا استنت أم قمر وقمر لمّا جُم من المشغل، وقالت لهم إن هي عايزة تقعد تتكلم معاهم مش أكتر، وأم قمر قالت لها ماشي،
لأنها كانت فاكرة إن هي هتدّي لها فلوسها أخيرًا أو هنصفّي الحسابات، وبعد كده أول لمّا دخلوا لقت إن الست دي بتقفل الباب، وكمان الأخ بدأ إن هو يتكلم مع أم قمر بهدوء، ولكن النقاش بقى حاد ما بينهم لدرجة إن بدأ إن أم قمر تقول له: "لأ، ده أنا مش هاستنى كمان ال5 أيام، ده أنا هاروح دلوقتي أرفعه لرجال الشرطة واللي يحصل يحصل، وكمان هاعمل عدم تعرُّض، أنتم فاكرينّي سهلة؟" وهنا بدأ إن الأخ يُغمى على أم قمر من كتر ما هو كان مغلول منها، وبدأ إن هو في لحظة غضب يضربها في الحيطة، وأول لمّا ضربها في الحيطة شافها إن هي بدأت إن تقريبًا راسها تهشّمت، وقمر كل ده وهي بتبُص بطريقة مزبهلاه، وكانت بتحاول إن هي تجري وتطلع، ولكن الجارة مسكتها من شعرها وقعدت تضرب راسها هي كمان في الحيطة، والأخ جه وكمّل على الموضوع، وأول لمّا شاف إن في جثمانين قدّامه بدأ إن هو يقول لها أنتِ لبّستيني في مشكلة أكبر منّي بكتير، فعشان كده بدأوا قالت له: "أنا عندي خطة، بس إحنا مش هينفع ننقلهم بالجسم ده كلّه في الشارع، ده الناس كلّها قاعدة في الشارع دلوقتي." وقتها جابت آلة حادة كبيرة كانت سايباها لعيد الأضحى، وبعد كده ادّتها لأخوها وبدأ إن هو يشِف ويعجن، وبعد كده بدأوا يحطّوها حاجاتهم في كيس أسود وحطّوها في العربية بتاعة أم قمر، وأخدوا المفتاح اللي كان محطوط في الميدالية بتاعتها وراحوا ركنوه قدّام المول التجاري ده، وكانوا فاكرين إن ما فيش حد هيشوفهم لإنهم حطّوا العربية في مكان ما فيهوش كاميرات، وحطّوا الأكياس فيها من غير أي أدلة، وكمان مسحوا وكانوا لابسين جوانتيات كويسة جدًا، ولكن للأسف مجرد ضعف البني آدم وإيصال أمانة ممكن يحوّل الدنيا لخراب، واتحكم عليهم في الآخر هُم الاتنين بالإعدام.